ارجعي ورا. سبحانك اللهم سبحانك يا رب تجيب لك الخير يا رب تحقق على المفترض يا رب تجيب لك على المفترض يا رب حقق فيك يا رب وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح السعادة، صباحكم معطر بذكر الله حبايبي، بحبكم في الله. ربنا ييسر لنا أمورنا وأموركم جميعا يا رب. النهاردة بقى جات لكم بفيديو جميل قوي، مختلف في أفكار حلوة، وأول تجهيزات طبعا لشهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله كده بقى إيه، جات لكم النهاردة بشوية أفكار حلوة. إن شاء الله تطلعوا مستفيدين مني. بس عايزاكم كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا الجميل النهارده، حطوا لي لايك يا حلوين، بيشجعني جدا. ونصلي كتير على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الكومنتات كتير. واللي بيشوف قناتي لأول مرة ما ينساش الاشتراك فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم على طول. النهارده بقى انا جات لكم بفيديو جميل قوي، في افكار حلوه. في توفير بقى، نوفر مع بعض كده، وازاي هعرفكم ازاي ان احنا نعمل خزين لرمضان، وان احنا نخزن تخزيننا لرمضان بدون اي تكلفه ومن غير اي ضغوطات، وبالميزانيه بتاعتنا بتاعت كل شهر او كل اسبوع حسب ما بتجيبي وحسب ما انت ماشيه. النهارده بقى طبعا ده يوم السوق بتاعنا، وزي ما بتشوفي كده. طبعا ده السوق بتاعنا، وده الطلبات اللي انا جبتها. عبارة بقى عن ايه، عن طماطم وعن خيار وعن فلفل وعن شطة بقى والفواكه. طبعا انتوا عارفين الحاجات دي كلها. دي الفواكه بقى بتاعتنا، كان سفندي وبرتقان وموز بقى والفواكه بتاعتنا وفراولة والحاجات دي كلها. طب انت يا ميرو النهارده بتقولي ان انت هتوفر لنا ونعمله ايه، شوية توفيرات وشوية حاجات من دي. طبعا هنوفر مع بعض، وازاي ان احنا نعمل نخزن لرمضان. شوية تخزين زي ايه مثلا، زي مثلا طماطم، هنخزن طماطم، نعمل بقى ايه صلصة وحاجات من دي. ونعمل بردك ده بسلة، وهنعمل مع بعض بردك الفراولة. يعني الحاجات دي كلها هنخزن منها ان شاء الله لشهر رمضان، وبتكلفة بسيطة جدا يعني. مش اللي احنا هناخد ميزانية غير ميزانية الاسبوع بتاعنا ان احنا نجيب بيها. احنا هنوفر من الاسبوع بتاعنا كميات بسيطة ونجيب. ان شاء الله كده فاضل شهرين على رمضان. خلال الشهرين دولت، طبعا الاسبوع في الشهر فيه 4 اسابيع. لو هنقسم كل اسبوع نجيب حاجة ونعملها، هيجي ان شاء الله علينا رمضان هنكون عملنا كميات جميلة قوي لتخزين رمضان. من ناحية ان احنا ما ضغطناش نفسنا وجبنا مثلا ايه، عدينا الميزانية بتاعتنا اللي احنا عاملينها كل شهر او كل اسبوع. ومن ناحية برضك وفرنا. ومن ناحية طبعا لان رمضان انتوا عارفين رمضان بتبقى الاسعار فيه غالية جدا، والحاجة بتزيد الطاقين.
فدلوقتي الحاجة معانا رخيصة والحاجة في إيدينا يعني لسه برضك الأسعار مش عالية أوي زي رمضان، وكلّكم طبعًا عارفين الكلام ده. فإحنا دلوقتي إن إحنا الأوفر اللي إحنا دلوقتي نجيب ونخزّن لرمضان، وطبعًا غير ده كُلّته بيسهّل علينا كتير أوي لمّا بنجهّز من دلوقتي، بييجي معانا في رمضان، طبعًا بيبقى أيام صيام بقى وهييجي معانا برد، وغير البرد المدارس، فهيبقى إيه حاجات كتير كده في رمضان، فإحنا عايزين على قد ما نقدر إن إحنا إيه نقلل من مجهود ونقلل من وقت ونقلل من كل حاجة. طب إحنا هنعمل إيه دلوقتي يا ميرو برضك ما فهمناش، إحنا دلوقتي يا حلوين طبعًا أنا النهارده ده كان يوم الخميس عندنا، زي ما أنتم شايفين بقى جِبت الطلبات بتاعتي اللي هي بتقضّيني الأسبوع، أنا باجيب كل أسبوع، يعني أنا سوقي اللي هو كل أسبوع تمام، جِبت بقى الطلبات بتاعتي والفواكه والحاجات دي، أول حاجة أنا هنا حاطة الفواكه بتاعتي كلها على الصينية دي، باحطها على رخامة المطبخ مش باحطها خالص في التلاجة، طب أنا حاطاها في صينية ليه ما حطيتهاش في مصافي مثلًا أو منظمات للفواكه؟ أنا بافضّل إن أنا أحطها على صينية كده بتلمّها كلّها في جنب واحد، ومش بتاخد معايا مساحة ولا بتاخد معايا أماكن يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا هنا هاحط بقى الفواكه والحاجات دي في المصافي، اللي هينغسل بقى هاحطه هينغسل، واللي مش هينغسل باسيبه على الصينية دي وباحطه في جنب كده عشان ولادي يسحبوا منه اللي هم محتاجينه. أول حاجة هنا جِبت معايا الكرنباية دي تمام، هنقطّعها ونحطها في الفريزر، هنقطّعها ونسلقها حلو، يعني هيبقى السليق بتاعها نُص سليق كده، ليه بقى نُص سليق؟ عشان الكرنب لمّا بنحطه في الفريزر بيبقى بنيجي نطلّعه كده لمّا نيجي نطلّعه ونلفّه بيبقى رقيق أوي، بيرق معانا أوي، فإحنا ما نسلقهوش جامد، نخلّيه نُص سليق كده عن العادة. يعني وإحنا بنسلقه في المَيّة السخنة مثلًا إحنا بنطلّعه عشان مثلًا هنعمله صابح دلوقتي على طول، بيبقى طري أوي، بيبقى طايب كده، لأ إحنا نطلّعه نُص سِوَى، وبعدين نقطّعه القطع اللي إحنا بنحبها أو اللي إحنا متعودين عليها، ونحطه في أكياس ونفرّزه على طول في الفريزر. دلوقتي أوفر كده إحنا مثلًا هنعمل كل أسبوع مثلًا كُرنبة، يبقى جه معانا إيه، عملنا كُرنبتين، 3 خلال الشهر ده أو الشهرين، لإن طبعًا زي ما قُلت لكم الأسعار بتروح نار في رمضان. يبقى إحنا كده عدّينا من حاجة، هنيجي بقى في حاجة تانية، إيه الحاجة التانية؟ اللي هي البسلة، طبعًا أنا جِبت دلوقتي كمية بسلة، بس يا جماعة بصراحة أنا ما أعرفش أي أسعار، لإن أنا بصراحة مش أنا اللي جايبة، جوزي اللي جايب لي، ربنا يبارك له يا رب ويدّي له الصحة، أنا باطلب منه وباقول له مثلًا أنا محتاجة كذا ومحتاجة كذا، فهو بيجيبه لي على طول. دلوقتي خلاص بقى دي الكرنباية أنا هاعملها معاكم، بس طبعًا مش في الفيديو ده، هاخلّيه فيديو تاني، لإن الفيديو طوّل معايا، فأنا هاعمله فيديو تاني، تمام؟ آآ البسلة بقى جِبت الكمية وزي ما قُلت لكم أنا ما أعرفش الأسعار، خلّينا بقى في وقت البسلة هاكمّل لكم يعني. دلوقتي دي الفراولة بتاعتي تمام، دُولة كام كيلو يا ميرو؟ دُولة 3 كيلو. أنا قُلت هاحوش منهم مثلًا لأكلنا كمية مش كتير، هي بُصّوا هي الفراولة في الأكل يعني الأطفال كلّها بتحبها وإحنا بنحبوها ككبار يعني، بس هي مش صحية أوي، كلّها أملاح. فأنا برضك إيه، قُلت لأ، أنا عشان خاطر نِفْس ولادي مثلًا أنا هاخلّي كمية حوالي كيلو وهاعين الباقي. دلوقتي بقى إيه، مسكتها طبعًا غسلتها كويس وطلّعت أي رملة فيها وحُشت العنق اللي هو الأخضر ده، وجيت هنا على الطبق ده بدأت إن أنا إيه، أحُش الحتّة اللي هي بتبقى فوق اللي هي الخضرا دي أو البيضا، باقطعها كده بالسكينة وهاخلّي الطبق ده في التلاجة إن إحنا إيه، ولادي بقى ياخدوا منّه اللي حبّيت أعمل سلطة فواكه تمام، ما حبّيتش خلاص. طبعًا الكمية اللي فاضلة معايا دي بقى هامسكها أنضّفها برضك كويس زي ما أنتم شُفتوا كده هاقطع اللي هي الحتّة البيضا اللي فوق دي، اللي هي مكان العِنْق بتاعها، هاقطعها كويس وأبدأ إن أنا أجيب أطباق اللي هي الفِل دي. مش متوفّر عندِك أي أطباق يا قمر ما تصعّبيش على نَفْسِك الدنيا خالص، في أكياس بلاستيك أو أكياس اللي هي بتاعة التلاجة دي، وهنبدأ إن إحنا نحطّها نخرّطها كده قطع وبعدين نحطها في الكيس ونخزنها على طول. أنا هنا كان متوفر عندي كام طبق من دُولة، اللي هو الأطباق الفِل دي، بدأت بقى إن أنا إيه، أقطّع في الطبق معايا كده الكمية اللي أنا محتاجاها اللي تبقى مثلًا على قد العصير اللي أنا هاحتاجه. هابدأ بقى أنا أقطّع هنا هاعمل كام، يعني هاعمل معايا حوالي 6 من الأطباق، 6 أطباق من الفراولة.
أنا هنا كنت حابة إن أنا أحط موز، أنا كان متوفّر عندي الموز، بس أنا رجعت تاني قُلت لأ الموز بيسمر، فلأ، قُلت لأ الأفضل إن أنا أبقى أعمله فريش كده، يعني لو يبقى موجود عندي أبقى أحط على إيه، على الطبق صُبع أو 2. لإنه لمّا بيتحط عليه بيسمر كده ولأ، ومش باحسّه إن هو لذيذ خالص، فأنا قُلت الأفضل إن أنا إيه، إن أنا أسيبه بس كده ولمّا آجي أعمل طبعًا الموز ما عادش بينقطع خالص موجود في كل وقت، نبقى إيه، أبقى أحُط عليه موز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعًا الحاجات دي كلّها بقى يا حلوين بتوفّر علينا الوقت والمجهود، بتوفّر علينا بقى يعني في رمضان مثلًا هتبقي حابة تعملي العصير هيبقى جاهز على طول تطلّعيه وتعملي. زي مثلًا ال البسلة هتبقى جاهزة عندِك وتطلّعي على طول وتعملي، فالحاجات دي بتوفّر جدًا وبتوفّر وقتِك ومجهودِك، بتبقى الحاجة جاهزة عندِك كده مش بتاخد معاكِ أي وقت، وطبعًا إحنا محتاجين كده في رمضان، كلّنا كأي سِت بيت محتاجة كده. خلاص بقى خلّصت الكمية بتاعتي ما شاء الله عملت معايا 6 من الأطباق، 6 أطباق والأطباق مليانة، يعني مش شوية صغيّرين، ممكن الكاميرا ظالماهم شوية بس هم الكمية محترمة تعمل شفشق كبير من العصير. آآ خلاص بقى كده خلّص، كان عندي اللي هي الأكياس دي، بصراحة ما كانش متوفّر عندي أكياس اللي هي بتاعة اللي هي أكياس اللبن دي اللي هي الأكياس الرفيّعة الطويلة دي، فأنا اللي كان متوفّر عندي الأكياس دي قُلت مش مشكلة خالص نمشّي نَفْسنا عادي، ما فيش أي مشاكل، مش هنوقّف الدنيا عشان خاطر حاجة، إحنا طبعًا سِتّات بيوت شاطرين ودايمًا بندبّر كده لبيتنا وما فيش أي حاجة بتوقّفنا، ربنا يعيننا جميعًا يا رب ويدّينا الصحة ويخلّينا لولادنا اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا نسيت أقول لكم يا حلوين شُفتوا المطرة اللي في أول الفيديو؟ بجد اليوم ده كان فيه مطرة رهيبة أوي، وما بطّلتش اليوم ده مطرة خالص، فضلت طول اليوم تمطّر من الصبح لآخر اليوم. الحمد لله خير، ربنا يجعله دايمًا خير علينا يا رب، المطر ده خير لكل شيء، وطبعًا ما نكرهش الخير أبدًا، الحمد لله، ربنا يزيدنا من نعيمه يا رب. خلاص كده بقى إيه، خلّصت الكمية بتاعتي ال6 أطباق، هابدأ إن أنا إيه، أحطّهم في الفريزر، أرصّهم بقى. طبعًا يا حلوين بقى زي ما قُلت لكم كل أسبوع نجيب الكميات اللي إحنا محتاجينها، مثلًا حابة ما عندكيش جوافة كل أسبوع مثلًا تجيبي لِك 2 كيلو وتخزّنيهم وتحطّيهم. الأسبوع اللي بعده برضك كذلك فراولة، جوافة، أي حاجة أنتِ محتاجاها وأنتِ حابة إنِّك تعمليها تخزّنيها فواكه بقى، في ناس بتحب فواكه البرتقان، البرتقان لو أنتِ حابة برضك بتقشّريه شوية برضك وتخزّنيهم كده وتحطّيهم تعمليهم صوابع كده وتحطّيهم، بيبقى جميل أوي، يعني برضك البرتقان مش بيقول لأ للعصير، بيبقى تحفة، يعني في ناس بتحب البرتقان. حسب أي نوع فواكه أنتِ بتحبيه عادي هيبقى جميل أوي، أنتِ بس مشّي بالخطوات دي وكل أسبوع هاتي لِك حاجة واعمليها، مش هياخد معاكِ وقت خالص ومش هياخد معاكِ أي حاجة، هيبقى أوفر ليكِ. طبعًا دي كمية البسلة بتاعتنا اللي أنا وريتها لكم في أول الفيديو، طب دُولة كام كيلو يا ميرو؟ دُولة 9 كيلو، 9 كيلو الكيلو بكام؟ أنا ما أعرفش يا جماعة الكيلو بكام بصراحة ما سألتش جوزي، وهو جايبهم على بعض كده ال9 كيلو كانوا عاملين 250 جنيه. تمام، الكيلو بقى بكام؟ ما أناش عارفة بصراحة، بس ما شاء الله هي بسلة حلوة، وأهم حاجة نجيبها إن هي تكون مسكّرة، في أنواع منها مش حلوة، بتبقى فيها مرار كده وما بتبقاش حلوة، فالنوعية دي مسكّرة أوي وبتبقى الحباية معانا كده مليانة، مش بتبقى فاضية، يعني أنتِ تمسكي معاكِ البسلاية وتمسكي القرن كده وتشوفيه، إن لقيتيه مليان كده وحلو بيبقى خلاص ده حاجة حلوة يعني، وتدوقيها، تفرّطي كده قرن منهم وتدوقيها. خلاص بقى إيه، كنت حطيت على النار كمية الطماطم دي أنا كنت وريتها لكم، دُولة كانوا 5 كيلو من الطماطم. طبعًا زي ما قُلت لكم أنا كل أسبوع كده زي ما قُلت، هنا برضك قُلت لجوزي يجيب لي معاه شوية من الطماطم، طب شوية الطماطم دُولة قد إيه؟ قُلت له إيه هات لي بقى إيه 3 كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو حسب ما تجيب طماطم بتبقى طرية شوية، يعني مش للسلطة، بتبقى الطماطم دي يعني ما تقعدش معاكِ في التلاجة يومين 3 وتلاقيها طِرِت كده، فالطماطم دي بتبقى جميلة أوي وهي دلوقتي رخيصة، يعني هو جاب لي ال5 كيلو دُولة كان الكيلو متهيأ لي ب6 جنيه، ب5 جنيه، حاجة شكل كده، جميلة أوي. حطيتها على النار اتسلقت معايا وطابت زي ما أنتم شايفين كده. بصراحة أنا كان معايا المقطع بتاع التصوير ده بس مش عارفة اتمسح منّي أو راح فين يعني. هنا بقى إيه،
آآ طابت معايا خالص استوت وراحت جميلة كده، بدأت إن أنا أخلطها، مش هاحط عليها أي حاجة ولا ملح ولا زيت ولا أي حاجة، أنا بس خلطتها بس في الخلاط كده واستكفيت بس إن أنا أخلطها، خلطتها كويس أوي وهابدأ هنا إن أنا أخزّنها بقى، جِبت معايا أكياس من اللي هي الأكياس بتاعة التلاجة دي، كان عندي كام كيس كده، هابدأ أحُط الكمية اللي أنا محتاجاها، هاحُط بقى إيه، مرّة المحشي مثلًا يعني في كميات كتير شوية دي مثلًا هتبقى المحشي، في كميات بتبقى شوية صغيّرين مثلًا دي هتبقى مثلًا ده البسلة، ده الفاصوليا بقى الحاجات اللي هي الخضار دي. تمام، خلاص هنا بقى إيه، طبعًا زي ما قُلت لكم تاني أنا باقول كتير زي ما قُلت لكم إن أنا كل أسبوع هاجيب لي حاجة، أنتم فاهمين؟ ما حبيتش إن أنا برضك أضغطه في الميزانية، لإن طبعًا أنتم عارفين الأسعار والحاجات دي بتبقى غالية أوي، ومع مع الغِلو اللي إحنا فيه، فربنا يعيننا جميعًا يا رب على المسؤوليات اللي إحنا فيها. هنجيب حاجات بسيطة، يعني أنا لو كل أسبوع هاجيب مثلًا 5 كيلو من الطماطم، مش هياخدوا معايا أي مثلًا وقت، يعني مش هياخدوا معايا مثلًا يعني إيه، فلوس كتير، مش هيضغطوني في الميزانية، مش هياخدوا معايا وقت في العمايل، يعني بتختلف كتير أوي لمّا تبقي عاملة كمية كبيرة زي مثلًا 10، 15 كيلو أو كمية بسيطة. يعني دي بتاخد وقت ودي بتاخد وقت، فدي ما خدتش معايا وقت خالص، وقت بسيط، وعلى طول ما خدتش أي وقت وخلّصت وفي وسط يومي يعني ومع روتيني اليومي، عملت اللي أنا محتاجاه، وإن شاء الله كل أسبوع هامشّي بنفس الطريقة لحد ما أعمل الكمية اللي أنا محتاجاها لرمضان. خلاص هنا عملت معايا 3 أكياس من صلصة الطماطم جميلة أوي، هاحطها على طول في الفريزر، وده كده خلّصت بقى إيه، البسلة بتاعتي، فرّطتها كويس وكان معايا حوالي 3 كيلو من الجزر ل9 كيلو بسلة، 3 كيلو من الجزر. أنتِ حابة الجزر كتير شوية تمام، مش حاباه كتير يبقى خلاص، يبقى حُطّي كمية بسيطة اللي أنتِ حاباها. أنا باحب الجزر كُلّه فايدة، جميل أوي، مفيد جدًا للعين، حلو فيه يعني فيه كميات حاجات حلوة يعني للجسم، أنا يمكن ما أعرفهاش كمان. طبعًا مفيد لنا بقى ولأطفالنا، فيعني مش مُضِر إن إحنا نعمله، وبالعكس مش بيخلّي طعم البسلة مش حلو، لأ بيخلّيها طعمها جميل. قطّعت بقى زي ما قُلت لكم 3 كيلو من الجزر على 9 كيلو من البسلة، قطّعتهم قطع كده مكعبات صغيّرة، وبدأت هنا بقى إن أنا أعمل الكميات بتاعتي دي. هنا هتلاقوا مثلًا كيس معايا كبير شوية، فيه كتير شوية وكيس صغيّر، أنا قسمته. ليه بقى قسمته؟ مثلًا طبعًا جاي بقى رمضان والعزومات والحاجات دي، فبتبقى محتاجة كميات كتير شوية، وفي كميات صغيرة دي بتبقى على قدّي أنا وبيتي وكده. هنا عِمِل معايا ال9 كيلو بسلة عملوا معايا قد إيه يا ميرو؟ عملوا معايا 11 كيس من البسلة، ما شاء الله جميلة أوي وبسلة تحفة. خلاص بقى هاخزّنها وهاورّيكم معايا على طول. اللهم صل على النبي، هنا بقى خزّنتها في الفريزر، طبعًا الفريزر بتاع التلاجة ده أنا مخلّياه للخضار، للفواكه، الحاجات دي، مش باحط فيه أي لحوم ولا أي حاجة تانية. هنا بدأت بقى إن أنا أرُص البسلة بتاعتي، حطيت الكمية بتاعتي، رصيتها كده على بعضها وفي طول منها على طول حطيت الصلصة. هنا حطيت أكياس الصلصة حطيتها في كيس تاني غير الكيس اللي هي كانت فيه، عشان لو اتفجرت والّا حاجة. لإن أنا كمان لمّا باجي أشيل كيس من على كيس بيبقى تلِّج وبيبقى مسك في بعضه، فساعات بيقوم مفجور منّي، فأنا الأفضل إن إحنا نحطه في كيسين، في 2 كيس بلاستيك. دي الفراولة طبعًا اللي أنا كنت عملتها معاكم من شوية، كنت حطيتها برضك في الفريزر، هنا خلاص كنت رصيتها كده على بعضها ال6 أطباق. إن شاء الله الأسبوع بقى اللي جاي أبقى أكمّل أعمل كمية كمان يعني. يبقى أنا هنا بقى عملت خزين لرمضاني ومليت بيتي ومليت تلاجتي من الخير كُلّه، وما خدش معايا بقى إيه، أي تكلفة ولا أي حاجة، بالعكس ده من أسبوعي أو من تكلفة الميزانية بتاعة الأسبوع بتاعي، ما خدش معايا أي حاجة. خلاص خلّصنا الروتين بتاعنا، وجينا بقى على الغدا الجميل بتاعنا النهارده. طبعًا أنا شاوية معاكم السمك كتير معاكم على القناة، فعملت بقى إيه، شوية سمك جميل أوي. طبعًا أنتم عارفين أنا من عشاق السمك، وعملت السلطة والرز، وكان غدانا النهارده بألف هنا. قُلت بقى التحلية بقى بتاعة التعب بتاع طول اليوم، لازمًا نحلّي بقى كده وندّي لنفسنا break كده، ولازمًا إيه، ناخد استراحة، ولازمًا كده إيه، يبقى في استراحة لينا كده، مش هنفضل طول اليوم شغل، شغل كده وننسى نفسنا. آآ
صلى على النبي. خلاص بقى كده قلت اما اعمل طبق فاكهه بقى للولاد كده. حطيت بقى ايه من الفراوله والكاكا، وهنا جبت معايا برضه الجوافه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما كنتوش حطيتوا لي اللايك يا حلوين، حطوا لي اللايك، بحبكم في الله. بيشجعني جدا. ونصلي على النبي كتير في الكومنتات. يعني لو مش حابين تحطوا اللايك بس صلوا على النبي كتير في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حطيت برده جوافه وتفاح، وهجيب بردك معايا برتقان وسفندي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كان يومنا جميل النهارده. كان كله نشاط برغم البرد اللي كان فيه، بس كان كله نشاط وكله حيويه كده. وعملت فيه حاجات كتير، وطبعا زي ما قلت لكم في جزء تاني للروتين ده ان شاء الله هنزله لكم بعد الفيديو ده على طول. هينزل لكم على طول ان شاء الله. كان اليوم معايا طويل وكان فيه افكار كتيره حلوه وكله نشاط. ربنا يعيننا جميعا يا رب، ويعين كل على بيتها وعلى مسؤوليتها وعلى اولادها. ربنا يخلينا لولادنا يا رب، ويخليهم لنا ويهديهم، اللهم امين. ده السفندي بقى قشرته كده وحطيته، يبقى سهل على طول ياخدوا على طول وياكلوا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وده البرتقال والسفندي ده حاجات جميله قوي. حلوه. هو صح بيسقح شويه، الواحد لما بياكل منه بيسقح شويه، بس حلو جدا، فيه حاجات مفيده جدا للجسم. وجميل. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا النهارده بقى روتيني خلص، يومي خلص، يا رب تكونوا استفدتوا مني واتشجعتوا كده، وتكونوا طلعتوا مني مستفيدين لو بمعلومة بسيطة. بحبكم في الله وبحب كلامكم جدا، والله بحب كلامكم وتعليقاتكم الجميلة. على قد ما هي بسيطة لسه، بس جميلة قوي، وانتوا بالنسبة لي بالدنيا وما فيها. ربنا يخليكم يا رب، ويكبر بخواطركم دايما، وييسر لنا امورنا واموركم جميعا يا رب، ويجعل الصعب سهل لنا دايما، وقولوا امين يا جماعة. بحبكم في الله. ربنا يجعل الدنيا كده يا رب، وسعيدة ليكم، ويجعل كل حاجة خير وسعادة ليكم، اللهم آمين، ليا وليكم، اللهم آمين يا رب العالمين. خلاص بقى خلص يومي وخلص روتين النهاردة. وزي ما انتوا شفتوا بقى كده حبيت أروق عليهم وعليا، وخلاص كده يومي خلص. ما تنسونيش يا حلوين بقى في اللايك، ويا رب تكونوا استفدتوا مني، وتكونوا هنا يومي خلص وروتيني خلص. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.